لو بتحبي الاكل اللي فيه طعم حلو كده ومميز، تعالي معايا شوفي الاكله دي. تشيكن سويت اند ساور، فراخ مقرمشه وصوص ناعم كده بشكل يفتح النفس. جربيها وتقولي دي من اروع الوصفات اللي عملتيها. يلا بينا نبدا. هنجيب الاول صدور فراخ. الصدور دي انا جبتها كامله ومخليه، هنقطعها كده قطع زي المكعبات. بعد كده بقى هتبلها. حطيت ملح، فلفل اسود، ومعلقتين صويا صوص، وعليهم معلقة خل. هقلبهم بقى كويس وهسيبهم كده يتبلوا الأول شوية على جنب. بعد كده بقى هبدأ أحضر الصوص. عندي هنا توم مفروم، نشا، صويا صوص، سكر، كاتشب، خل، ملح. هبدأ بقى الأول أحطهم على بعض. هنزل بالكاتشب والسكر، بعد كده الصويا صوص والنشا والثوم، الخل والملح. هقلبهم بقى كلهم كويس كده في بعض. هروح الأول بقى على الفراخ بعد ما اتبلت، أنزل عليهم ببيضة كده وأقلبهم. وحضر بقى خليط عبارة عن كوباية من الدقيق وكوباية من النشا. قلبتهم كده مع بعض وانزل بالفراخ كده فيهم أقلبها. انا استعملت خليط من الدقيق والنشا، ممكن نستعمل نشا بس بيقرمشها اكتر. وفي زيت سخن بقى على النار هبدأ انزل بالفراخ كده واحدة واحدة. احاول اعمل مسافات عشان ما يلزقوش بقى كلهم كده في بعض. لما ياخدوا وش من ناحية اقلبهم على الوش التاني. وابدأ بقى اطلعهم. وبكده الفراخ بقت جاهزة عندي. في طاسة بقى على النار هنزل الأول بمعلقتين زيت، وحضرت بقى بصلة متقطعة وفلفل ألوان. هحطهم على الزيت. هقلبهم بقى كويس كده. لما يبدأوا يصفروا هبدأ أنزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه.
النشا هنا هتخلي الخليط يبقى ماسك كده شوية، مش سايل قوي. هنزل بقى عليها بالفراخ واقلبهم. وبكده الفراخ بقت جاهزة. هرش بقى عليها شوية سمسم كده وحبة البركة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم وبألف هنا.